صباح الخير وردات قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير 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 بخير. الله يسعدكم يا رب، منورين. انا كنت بدي اصور فيديو طبخ، كل شوي يدق الباب اروح استلم طلبيه، كل شوي يدق الباب اروح استلم طلبيه، لا راح الوقت علي واني نازله طالعه على الدرج واستلم هالطلبيات. طبعا بمنهن جاياتني هدايا، بمنهن طلبيات لناس يعني لزباين، بس هاي الكرتونه ما اعرف شلون بدي انزلها لانه بدي انقي ملوخيه اليوم طبختي عن جد مشتاقت لها حرفيا. ولا لسه ما شوفتكم، عمر جايب شغله ما تتوقعون شنو، ولا راح يخطر على بالكم ابدا ابدا ايش في بقلب هاي الكرتونه. حطوا محزر قبل ما نفتحها، نحن ما راح نفتح شيء لانه بدي اطبخ. شو اسمه، بس بدي احاول اشيل انزلن على الطاوله. هاي هديه جايني من بنوته، وهاي هديه جايني من نفس البنوته. هاي مع الطلبيه هاي بدي اشيلها، حاحطن على جنب. بس اشتقتولي ولا ما اشتقتولي؟ اكتبولي بالتعليقات اهم شيء. طبعا كنت ماسكه الورقه والقلم بعد اسجل لعمر انه بدنا مغسيل وقهوه وما ادري شنو وما ادري شنو، لانه كل مره انسى، الا ما انسى شيء لازم وجدا مهم وما اتذكره، فقلت لحالي راح ادونهن مشان ما انساها. اذا بقدر اشيلها. بسم الله. هاي مليانه اجهزه، كلها طلبيات مثبته، اجهزه ليزر لازاله الشعر. يا بسم الله. والله زوقعن مشكلة. لا مو ثقال. قبل ما نبلش الفيديو اتمنى منكم تحطون لايك وتشتركون بالقناة اذا مو مشتركين، وتفعلون زر الجرس لانه زر الجرس ميت، لانه لنا سنين وعامات ما نزلنا على هاي القناة. صراحة لي اسبوع كامل احس ريحة الملوخية بالبيت، وكل ما اجي بدي اسويها يا عندي تعزيل يا عندي تنظيف يا عندي شغل بالفيديو يا عندي 100 شغله وشغله. وعلى فكره في شغله زادة راح اشوفكم اياها من ضمن الفيديو، اللي هي غرفه الولاد. جهزنا نص وضل النص الثاني يعني الصعب خلص، ضل بس شغله بسيطه وتكمل الموضوع. راح اشوفكم من ضمن الفيديو لقطه لغرفه الولاد شلون صارت بعد دهان، وسويت لها حركات بسيطه هيك شيت انه تبين انها غرفه ولاد. احس اللبسه عريضه علي بس يلا المهم انها مريحه. في شغله رح تسالوني من عائلتك لانه هدوء حرفيا ما بغير صوتي. نايه ما شاء الله، نحن صرنا عائله يعني 3 ولاد والزوج والزوجه. نايه الحمد لله من وقت ما راح من الولد من المدرسه نايمه، لانه ما تنام بالنهار وانا احب تنام بالنهار لترتاح. يقولون الولد وهو صغير كل ما نام كل ما احسن، ما اعرف هاي المعلومه تعرفونها ولا لا. وحمودي وثريا راحوا على المدرسة، يروحون من الساعة 12:30 للساعة 6. مدرسة تركية طبعا. السنة الماضية حطيتهم مدرسة عربية، الحمد لله لقطهم شوي من الأحرف العربية، عرفهم الأرقام، يعني شيء بسيط. بس الأفضل إن الواحد يعلمهم عربي والله، بس تعال نحاول هين وهين. والتركي زاد جدا مهم، لأنه ما أعرف ممكن واحد يستقل، ممكن يروح ما يعرفش شي يصير، بس تنفعهم كلغة. فقبل ما انقي القهوة، القهوة بمخي قاعد تمشي. قبل ما انقي الملوخية بدي اسوي قهوة، لانه عن جد عن جد عن جد مشتهية عليها. اليوم ما شربت قهوة، فحاسة مخي مصفر نوعا ما. واهم شي يا بنات امانة، حطوا لايك واشتركوا بالقناة اذا مو مشتركين. وقبل ما نبلش بالقهوة احب اشارككم تجربتي السيئة مع هاي الرك والبلور، مشان ما حدا يقع بالغلط اللي انا وقعت بيه على هالشكل الحلو الجميل. كثير قالوا لي، كثير بنات وقعت بالغلط اللي انا واقعه فيه، صح ولا لا؟ قولوا لا يعني لا تخجلون، كلنا نقع بنفس الاغلاط. شوفن انحرقت وبيها كل ما نحطها على الغاز السيليكون يلي لازقينه بيها يذوب، فهي ما نقدر نمسك منها ابدا. يعني انا لما امسك بدي امسك هيك، يعني بدي انحرق لا يمشي الحال. يا ريتني على فكره كانت هي وحده جنبها مسكتها باللور، يعني ما اعرف شو بدي اقول. بس ليها حل يا بنات، شي ما لها حل صح. بدنا ندفش بيها قبل ما تنكسر، عود اجيب وحده مسكتها باللور من الاساس واريح راسي. بس ما كانه ما لها مسكه، يعني تعتبر ركوه بدون مسكه. حرام والله. على فكره انا ما اشارك عمر المصايب هاي، ما يقول لي ها
فاني زاد سالقه الفروجه، يعني الصدر اللي بدي احطه على الملوخيه سالقته مشان بس انقي واطبخ، ابلش فورا بالطبخ. طبعا من البنات اللي كانت متابعتني من زمان عارفه شلون طريقه الطبخ الملوخيه، يعني شلون اطبخها، بس ممكن ببنات متابعتني جدد فيشوفوا الطريقه ويقولوا لي طريقتكم شلون انتم نفس طريقتنا ولا لا. انا احس الملوخيه اذا مو بهاي الطريقه اللي انا اطبخها بيها ابدا مش طيبه ابدا. هسه ناس يطبخون الملوخيه يطحنونها، يعني يفتفتونها يطحنونها مثل البودره تصير، ولا اشتهي عليها ولا نفسي هفت عليها ابدا، واحسها من ملوخيه. ممكن هي طعمك يعني كطعمه ممكن تكون طيبه، بس احس العين تاكل قبل الفم. ما اعرف مين وافقنا الراي. زمان ملوخيه ورقه بس بيها مطمه خلص اطلع من الموضوع نهائيا. على فكره يعني حاطه قهوه تكفي 10 اشخاص، وما بدي اشرب قهوه كثير اليوم. والله احس حالي مشتاقه لفيديوهات اليوتيوب بس وقتي جدا ضيق، يعني ما كل ما اجي بدي اصور فيديو ما تتيسر، والله ما ادري ليش. خصوصا كنت ادهن لحد دهنت الممر. خليني اقرب لانه الاضاءه مش، خصوصا بعد ما يعني ظليت يمكن 3 ايام ملتهيه بغرفه الولاد، لانه كنت حاطه بيها طقم الكنبايات الزهري لبينا ما تصرفنا بيه وشلناه. فضينا الغرفة تعرفن تنظيف، ويعني يوم كامل بس تنظيف. دهنا الغرفة زاد سويناها لونين، لون زهر ولون ازرق مشان تغيير للشكل، لانه ولدي حابين هيش فقلت لحالي راح امشي على رغبتهم. خلص هم مو يشوفون الاطفال وافلام الكرتون وهيك، فحابين انه تصير غرفتهم شي مميز، فمشيت على رايهم هالمرة. حتى الممر سويته لون مو ازرق ريشي هيش لون فاتح. هذا اللون يعطي اضاءة للبيت والله العظيم، عن جد فتح لون البيت شي مو طبيعي. بس اللون ما نقدر ندهن بيه الصالون لانه تعرفون ريشي مش. وهاي قهوتنا جاهزة تحاولوا. سويت فنجال واحد بس انتم عايفتلكم فنجال بالركوة. انا غطى الركوة مشان ما تبرد القهوة لا ارجع اصب فنجال ثاني كأنه الحى صابته. تعرفين اني بس تكون بيه ملوخية حتى الرز ما اسأل عليه، فلحد الان بيشغل انه اني لسه ما جاب لي عمر لا اللحمه ولا الرز، بس اذا اخلص من الملوخيه تعالوا من يجي بس يكون علي طبخ الرز واللحمه الفروج. الله سلم ايدي. طيبه حاولوا حاولوا ما بشي من واجبكم. يا بنات، والله بي بنات من متابعاتي عن جد اني اتمنى التقي بيهم بالواقع، على كثر ما شفت تعليقاتهن بالفيديوهات شقد بمحبه بينهن وبيني، فاقول يا الله. بس ما تعرفوا ما بشي صعب، ها والله العظيم. ممكن انت دا تشوفيني عن طريق الشاشه وانت بغير بلد وانا بغير بلد، يجي يوم من الايام نكون نحن نلتقي مع بعض، وما بشي صعب ولا بشي بعيد. فسبحان الله يعني يقولون جبل بجبل ما يلتقون، بس بني ادم مع بني ادم يلتقون. ان شاء الله. اني اغلب متابعيني التقيت بيهم. حان وقت التدقيق ان شاء الله. عاد لا هاي نوعا الملوخيه هاي الحمد لله ولا مره لقيت بيه شعر ولا مره لقيت بيه اي شيء. ممكن عودان بس، عودان وبر شغلات هيش بسيطه، بس الشغلات يلي ممكن تجزز نفسنا ما ادري شلون يقولونها ما لقيت هيك شيء. طبعا اني تعرفون اني يوم اسوي ملوخيه هذا الكيس اسوي نصه، فتكفينا 3 ايام اقل شيء. يقولون الشغله بس تتوحمين عليها انه ما ترجعين تحبينها. اللي مو من الشغلات يلي لا مستحيل. انا بحملي الكولا يا الله صرت اشوف الكولا اكرهها، احس ريحه الكولا مي طيبه ابدا، مع انه انتم تعرفون ايش قد راح تشرب كولا. بس والله الحا بعد ما ولدت وراحت ورحنا والله الحاز رجعت احب الكولا اكثر من قبل، مع انه امي اول تقول اللي يحب الشيء يبطل، يعني اذا توحمتي عليه بحياتك ما ترجعين تشتهين عليه. وامي هيك يعني باشلات خلص كرهتها لليوم. بس سبحان الله يعني كل انسان يمكن ولو هو برمجته بهالحياه، ما نقدر نحكم على شيء عن كل العالم. شايفين ما احلاها الملوخيه، والله ما بيها شيء كله رقه واخته، حتى ما هي مطحونه
تلاقينا مسحوقة نصها بودرة. مهتمين بيها زين، خضرة مزينها مزينها. أنا ايش بدي يخلص الفيديو واني قاعدة، لازم أسكر وأرجع لكم بس نطبخ. شوفن راح أشرح لكم شي بسيط شلون نطبخها، بعدين ننتقل على اللقطة الثانية. الحاني بعد ما نقيها نقعها بمي فاترة، لأنه إيش قد ما كان إحنا أول بسوريا بعد ما نقيناها مو شغليتنا نحطها بالطنجرة ونبلش نحمسها هي لحالها تطرى. بس هين بتركيا شوف ان الحواني نقيها بيها مثل غبرة، فمشان ما نصل لمرحلة الغبرة وناكل الغبرة اغسلها نقعها بمي فاترة ما تمط. اذا نقعناها مي فاترة ما تمط، واذا نقعناها مي باردة وعفناها شوي ما تمط. بس المية الساخنة انتبهوا منها، المية الساخنة تمط وتصير مش طيبة ابدا. فنقعها شغلة 5 دقايق، بعدين اعصرها قبل ما تشتش وتصير لزجة، بس طرية الورقة مع تتكسر خلاص اعصرها. شيت انه هاي المرحلة بس نغسل اليبرق. فكرة عندي يبرق بالبراد ما انا عارفة انا متى اسوي. نشوف. اول مرة اشوف غبرة الملوخية بعيني، بالعادة المسها لمس، هالمرة بعيني. شوفن على فكرة هذا انا اظافري مشان ما تفكر اني مركبة اظافير. شوفن شايفين الغبرة؟ شايفين التراب؟ ممكن الكاميرا ما تكون زاد شوفوا التراب على فكرة، والله هذا تراب مو غبرة ملوخية. ياي تراب والله. اللي يطبخ الملوخية من دون ما يغسلها يقولون الكلية ولا ايش، الكلية عنده كلها تراب كلها بحص، لانه هذا بالامعاء يتكتر ويصير على شكل بحصة. يا ساتر يا ساتر امراض والله. لازم والله الواحد شوفن ايدي تراب هذا. ها لازم الواحد يغسل الملوخية دور ودورين بعدين يطبخها. بدي اروح اغسل ايدي وابلش طبخ. طبعا هاي الكمية اللي سويتها شوفن ما احلاها. عود ما ظل بيها، عود ما ظل بيها. ها سلام سلم. لما نقينا الملوخية مي فاترة بس شغلة 5 دقايق ونعصرها. طبعا بالنسبة للإدام راح احط زيت زيتون، ونكون مجهزين الثوم قبل بوقت. شايفات يا بنات ما احلاها، لا مطة ولا شطة. لسه ما استوت، راح ارجع اغطيها شيت انه اللحمة زاد تاخذ من نكهة الملوخية، وازيد عليها شوية مي شيت انها تتغطى الملوخية تماما بالمي. الليمون والملح اعيفن لاخر شي، لاخر مرحلة مشان ما تقسى ورق الملوخية. طبعا راح اشوفكم جزء بسيط من الغرفة. لمساتي والله العظيم لحدا يحكي علينا عن جد حلوات. ترى بدها فراشات صراحة، بس ما قدرت اسوي الكرتونة فراشات فعفت قلوب.
يعني شي بسيط. على فكرة بعد الفرش راح يطلع كتير حلو. نص زهري والنص الثاني ازرق. طبعا هاي الغرفة شبه فاضية حاليا لبينا ما نجيب العفش كامل تبع الولاد. وصيت عليه لسه بده باكر ممكن يصل. وهين يا حلوين طبعا انا ما شوفتكم كل شي. طبخت الرز، شوفنا الرز ما احلاه، شي مرتب، شي فاخر على الاخر. يا الله يا بنات شقد طلعت طيبة، طلعت طيبة طيابة تجنن صراحة. أنا عبيت لحالي صحن وشريت قبل ما يجون الولاد. حمودي وثريا جو من المدرسة الحزها، سمعانين صوتهم؟ لسه ما وصلوا، هم على الدرج. والله العشاء هو غدا، الغدا وجية ولدي صاروا مع بعض، بس لسه بدي أطبخ لحمة مشان الرز، إنه عمر ما ياكل رز سادة يا بعدي. بدي أسوي سلطة لأنه هو ما ياكل ملوخية، وخلوها على الله. بس شو بدي أحكي وش بدي أقول. خلصنا العشاء الحمد لله رب العالمين بعد معاناة وصبر ولبينا مع جد كملت القرار. بس خلصت آخر شي. بس عن جد السفرة طالعة تستحق صورة، تستحق يعني. يوم ليمون ناية تقول لكم مرحبا. قولي مرحبا. سوي هيك، سوي، حطوا لايك وبعد شوي نكمل الفيديو بعد ما نكون قضينا على الصحون. وهاي بعد ما خلصنا بعد ساعة ساعتين ريحنا بعد الأكل. طبعا راح اقطع فواكه تا حمودي وثريا ياكلون وينامون لانه بكره بمدرسه. احس حالي مبسوطه اول ما صورت الفيديو. عن جد طلع من نص قلبي الفيديو. فلما اكون مرتاحه نفسيا والله يطلع تصوير الفيديو غير شكل. بس المشكله لما ما اكون مرتاحه احس الفيديو يطلع شلون ما كان. فانتم لازم تعرفون الفيديو اللي طالع من قلب والفيديو اللي مو طالع من قلب. تعي نشتي خدي نمي يا امي. ماما ها شو تسوين؟ بدي اقطع لكم فواكه بدكم؟ ايه بدنا مالي. راح اقطع لهم فواكه ونقعد لنا شوي وبعدين نروح ننام. ايه فكرت حدا يضحك علي من البلكون والله طلع وجه ماشي. نشرح نشرح حرام على البلكون والوجه صاير مقابيلي. لك ماما ها اول ما كنت بشيل نايم كنت بشوف كاني حد شايفني. والله كأنه بني آدم ولا والوجه مقلوب، يعني منظر أبدا مش حلو. أكيد الحرام نشف. رايحة أشيل أروح في نص الليل أكون لحالي بالصالون وأضحك مقابلي وأروح أنجن. الله يسعدكم حبايب قلبي، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. والله أنا بصراحة استمتعت وأنا أصور، فما أعرف من ناحيتكم أنتم كمشاهدين استمتعتم ولا لا؟ اكتبوا لي جواب التعليقات. وإن شاء الله الفيديوهات الجاية راح تكون أحلى. واستنوا فيديو غرفة الولاد لأنه راح يطلع عن جد مثل ما نتوقع وأحلى. ممكن أنتم شفتم كنظريا اليوم كالبداية ما تعطينا كالنهاية، فراح تشوفون بالنهاية شي كثير حلو. الله يسعدكم حبايب قلبي. لهنا انتهى الفيديو مشان ما اطول عليكم كثير. وباي، نشوفكم على خير.